خليك كده يعني لا مستاء جدا. هل احنا يا جماعه النهارده مش عارفين ننظم بطوله دوري؟ هل مصر والناس اللي موجوده الكرويه اللي موجوده والناس اللي بتعمل جداول محترمه، هل احنا النهارده مش عارفين نعمل جدول للدوري الممتاز؟ سنه واثنين وثلاثه وشايفين مشاكل وشايفين خناقات وشايفين قصص. هل هنفضل الدوري المصري يا جماعه قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، ولكن الناس اللي موجودين او الناس القائمين على اداره كره القدم في مصر تحس ان هم بيديروا المشهد للمصالح. في مشكله هنا خلاص مشي الدنيا علشان فلان الفلاني، في حاجه هنا لا مشي الدنيا علشان علان العلاني. كل الناس القائمين على الكوره في مصر بيعملوا حسابات كبيره جدا جدا. انا بقول لاتحاد الكوره، بقول للرابطه يا جماعه لما تشوف في غلط قول الغلط هنا، حتى لو الغلط ده موجود عند النادي الاهلي، حتى لو المشكله موجوده في النادي الاهلي. انا اول واحد لو خدت قرار او النادي الاهلي عمل مشكله اول واحد هسقف لك واقول لك برافو عليك، ولكن انت اللي بتحط نفسك في مواجهه النادي الاهلي. كل سنه بتطلع بافتكاسه جديده بحاجه غريبه احنا طبعا مش فاهمينها. فهل النهارده النادي الاهلي واقف على ارض صلبه ومتاكد ان اللجنه الاولمبيه هتديله حقه، فعشان كده بيقول ان انا موافق على كل قرارات اللجنه الاولمبيه؟ هل النهارده النادي الاهلي مستف ورقه قانونيا كويس جدا وعارف ايه اللي هيصدر من اللجنه الاولمبيه؟ هو ده بس اللي قلقني ومخليني خايف. انا يعني لو حضرتك فهمتني يبقى انا بتكلم معاك ان النادي الاهلي لو طلعت اي قرارات من اللجنه الاولمبيه مش في صالح النادي الاهلي، زي مثلا يخصموا من النادي الاهلي 3 بونت او يخصموا كمان من النادي الاهلي 3 بونت في اخر الموسم وبيكلفوه كمان فلوس بيقولوا حوالي 180 مليون جنيه،